زارا، اتش ان ام، لوي فيتو، فيرزاتشي وبراندات تانية كتير عارفينها كلنا ان هي توب لاين بتضحك علينا. تجارة قيمتها بمليارات الدولارات وممكن تتجاوز كمان المليارات. We do roughly about 50 million pieces of jeans every year. وهي ثاني أكبر منتج للمنتوجات في العالم. صارت كوارث كثير زمان بسبب أصحاب المصانع كانوا يستغلوا العمال، وكل دوت عشان ان احنا بنشتري من براند اسمه زارا او اتش ان ام او براندات تانية كتير. يا ترى ايه الحقيقة ورا البراندات دي؟ التكلفة الفعلية للملابس اللي احنا بنشتريها. كل البراندات دي بتصنع هدومها في انهي بلد؟ وقائع ومصائب وحاجات بتوصل لموت بعض البشر. هل احنا بنشتري قطعة الملابس وبندفع قيمتها الفعلية للانتاج، او بنشتريها واحنا عارفين ان هي كواليتي عالية، ولا مجرد بنشتريها عشان عليها تيكت بلوجو معين؟ يا ترى ايه هي حقيقة الماركات العالمية للملابس؟ كل البراندات العالمية اللي احنا قلناها يا ترى بتصنع منتجاتها او ملابسها او نسيجها فين؟ كل البراندات اللي احنا بنقولها ديت بتتصنع في مصانع مختلفة، هي بتتصنع في مصنع واحد او كم مصنع معينين في بلد واحدة، او معظم انتاجها بيكون من البلد دي وهي بنجلاديش. من هون، من بنغلاديش. كل جينز بتلبسوه بالعالم جاي من هون بنغلاديش. عمرك ما كنت تتوقع ان البراندات اللي انت بتلبسها زي زارا واتش ان ام ولوي فيتو وغيرهم ان قطعه الملابس دي معموله في بنجلاديش، معموله مثلا في اسبانيا ولا whatever. كل البراندات دي بتتعمل في مصانع واحده في بنجلاديش. يجي في بالك كده سؤال دلوقتي، وهو ليه البنجلاديش؟ ليه الزارا ما بيصنعش هدومه في اسبانيا، المكان اللي بدات فيه البراند اصلا؟ زارا اصلا بدات في اسبانيا، ليه بنجلاديش؟ وليه كمان اتش ان ام نادي؟ كلمه واحده وهي العماله في بنجلاديش رخيصه جدا. هناك تقدر تتفق مع مصنع ينتج لك الملابس اللي انت عايزها بعدد كبير من الناس شغالين على مدار الساعه بعدد اجور او بالحد الادنى للاجور في الوقت دوت، والناس تشتغل لان البلد فقيره ومحتاجين فلوس. يجوا هون لانه هون العماله ارخص. كل براند هون زارا بتلبس من هون، هي هون. انت هناك بتدفع قليل للعماله، بتطلع منتج كويس بتبيعه بالافات الدولارات وبتكسب. غير مثلا لو رحت قررت ان انت تصنع المنتج بتاعك دوت في اسبانيا ولا اي بلد من بلاد العالم الاوروبي او بلاد حتى العالم الامريكي، تكلفه العماله هتبقى 3 و4 يمكن احيانا 5 اضعاف، فبالتالي هامش الربح بتاعك هيقل. طب هل كل شركه من الشركات دي، يعني مثلا اتش ان ام ليهم مصنع معين، هل زارا ليها مصنع معين في بنجلاديش؟ هم كام مصنع؟ المصنع الواحد بينتج اكتر من براند، بينتج تقريبا نفس المنتج بس بيحط عليه ليبل مختلف. بينتج مثلا على سبيل المثال نوع بنطلون جينز معين وهو بيحط عليه الليبل بتاع اتش ان ام، زارا وغيرهم. طلع كل زارا بتشوفها بالعالم، اتش اند ام، نايكي، اديداس، من هون جاي. مصانع هناك فعلا ضخمه وعدد اطوارها كتير وعدد الناس شغاله فيها بالالافات. ممكن يجي في بالك دلوقتي اللي هو طب ما هو ده اكيد كوبي، يعني دوت اكيد مصنع بيصنع المنتجات الكوبي لزارا او الكوبي لوي فيتون. هذا مش يعني فيك براند، نو رايت، ريال براند. هم البراند كلهم بيجوا هون لانه هون العماله ارخص. هو ده الاوريجينال، ده المصنع الفعلي اللي بيتعامل معاه زارا واتش ان ام، هي دي المصانع الفعليه اللي بياخد منها المنتج ويبدا يوسعها حوالين العالم. بس تعالى نتعمق اكتر في المصانع ديت والبراندات دي ازاي بتتعامل مع المصانع دي. بنجلاديش هي رقم 2 بعد الصين في انتاج الملابس والبراندات العالميه، وهي ثاني أكبر منتج للمنسوجات في العالم بعد الصين، بقيمه 34 مليار دولار سنويا. ودوت لان الخامات موجوده، العماله موجوده. خلينا نعرف اكتر المصانع دي بتنشأ ازاي. الهيئه الاداريه في بنجلاديش المسؤوله عن النسيج والصناعه بتكون مفتوحه للشركات او للمصانع اللي بتسجل فيها وبتاخد منها احقيه او بتاخد منها ان هي بتتبع الانظمه او البروتوكول اللي يخليها مصنع عالمي يقدر براندات تيجي تتعامل معاه. موقع على فكره لحكومه بنجلاديش اللي ليها علاقه بمجال النسيج والانتاج. هذه المصانع مدرجة في اتحاد المنسوجات في بنغلاديش ومعها فقط تتم الطلبيات. الموقع ده بتلاقي عليه متسجل مصانع كتير اللي هي فعلا مرخصه وبتشتغل، ولو دخلت على بعض المصانع دي هتلاقي اصلا الموقع الرسمي للمصنع دوت كاتبين البراندات اللي بيتعاملوا معاها. فتلاقي مثلا مصنع معين على الموقع الرسمي بتاعه بيقول لك كاتب لك الكلاينتس بيتعامل معاهم، فتلاقي مثلا بيتعامل مع زارا وفيرزاتشي. هو دول اللي هم اللي بتوعه، هم فعلا بيتعامل معاهم، هو مش بيكتب. اللي بيقال ان المصانع دي مش هيتوافق عليها من ضمن الحكومه بتاعت بنجلاديش غير لو بتتبع بعض البروتوكولات اقلها او بعضها مثلا ان هو الحد الادنى للاجور، عدد الراحه وكل الحاجات دي كلها في اطار اتفاقيه ACT، الا في مصانع معتمده تلتزم بالحد الادنى للاجور ومعايير السلامه وحمايه البيئه. ولكن هل ده بيحصل فعلا؟ مصانع بنجلاديش تحديدا كان يمكن اقدم من الوقت اللي احنا فيه ده شويه، كان بيحصل فيها مصايب وحاجات غير ادميه
بسبب ان الناس بتدي اقل من الحد الادنى للاجور، وبتخلي الناس المحتاجه الفقيره اللي هم شغالين في المصنع يشتغلوا اكتر من 24 ساعه، لغايه ما في بعض الاحيان كانت فعلا الناس بتتهلك وبتموت اثناء الشغل. فقبل 6 أعوام انهار مصنع رانا بلازا هناك وتوفي أكثر من 1000 شخص، وكانت التهمة عدم الاستثمار في تدابير السلامة، لأن كل شيء كان يجب أن يكون رخيصا. صارت كوارث كثير زمان بسبب أصحاب المصانع كانوا يستغلوا العمال. واحدة من القصص ب 2013 هذا صاحب المصنع في مدينة دكا بنى طابقين زيادة على مصنعه بشكل غير رسمي، خلى المصنع يوقع ويموت أكثر من 1000 شخص. بل في واحد كان عنده مصنع مشهور جدا في بنجلاديش قبض عليه لأن المبنى بتاعه المصنع اتهدم وناس ماتت جوه المبنى، لأن هو قرر إن هو يبني دورين زيادة عن المسموح عشان يزود إنتاجية، يزود ناس أكتر ويكسب فلوس أكتر. يعني باختصار شديد الصناعة اللي أنت بتلبسها، قطعة الملابس اللي أنت بتلبسها، الشميز اللي أنت بتلبسه، البنطلون، كان في حد ممكن يكون مات وهو بيعمله في بنجلاديش. ده غير الجانب البيئي بقى اللي ورا المصانع، وده عارفينه في اي مصنع ان هو بيأثر على البيئه وحاجات تانية كتير ممكن نتكلم عنها في فيديو لوحدها. ولكن هل زي ما الحكومه بتقول بتاعت بنجلاديش ان هما كل مصنع عشان يقدر يشتغل مع البراند دوت لازم يكون محقق الحد الادنى للاجور والراحه والكلام ده كله؟ في الواقع لا، في بعض المصانع عشان تعمل دبل او تضاعف الانتاجيه بتاعتها بكل بساطه بتروح توكل بعض الشغل ليها لمصانع تانية او شركات تانية غير مصرح بيها ومش مرخصه، لانها ما لهاش الحد الادنى من الحاجات او البروتوكول من الحكومه، فبالتالي هي اصلا مصنع مش مصرح بيه. فانا هعتبر نفسي مصنع، المصنع دوت جاي لي مثلا عدد كبير جدا 50 مليون بنطلون المفروض اعملهم في السنه لزارا، و50 مثلا مليون تي شيرت لاتش ان ام. فانا عشان القدره اللي عندي غير ان انا جايب ناس كتير جدا بيشتغلوا في المصنع بتاعي اللي هو مصرح، مش هقدر اعمل الاثنين ديلز، فهاخد ديل منهم والديل الثاني هديه لمصنع تاني غير مصرح بيه، ولكن الكلام ده من تحت لتحت هخليه هو يعمله، سواء بقى ماليش دعوه بقى هو بيدي الحد الادنى للاجور والكلام ده ما بيحصلش طبعا، ولا هيعمل ايه الناس تموت عنده، مش مهم. المهم ان هو يسلمني المنتجات بتاعتي او الشميز بتاعي او الحاجات اللي انا متفق عليها عشان انا اسلمها البراند العالمي وادي له فلوسه، طبعا بيكون ارخص وانا اكسب، ابقى انا كسبت التو ديلز. حوادث كتير حصلت في بنجلاديش للناس اللي اشتغلوا في مصانع الملابس، الكلام ده كان زمان، والناس كتير ماتت في انتاج هذه البراندات. فعلا براندات نشأت على موت اخرين، كل ام سايبه بيتها وسايبه عيالها وممكن تكون مش لاقيه او حتى مصاريف او الشغل بتاعها مش مكفي المعيشه بتاعتها عشان تعمل براند يتباع ب10 اضعافه في بلد عالم اول او حتى عالم تاني او تالت، والناس تلبسها وتحطها في مكان اجتماعي تاني مجرد ان هي لابسه بنطلون عليه زارا. الموضوع مش حته قماش وخيط وبس، ده فيه قصه، ده فيه عناء ورا هذه القصه. اسعار الملابس بتاعت البراندات دي بتوصل لالافات الدولارات لمجرد ان هم براند وزارا وكواليتي وغيرهم كتير. ولكن هل القيمه بتاعت المنتج او الهدوم اللي انا بشتريه دوت اللي هو بيكون اغلى حاجات من براندات كتير، هل نفس القيمه دي بتاعت قيمه الانتاجيه او قيمه المنتج نفسه من المصنع؟ طبعا المنطقي اكيد لا، اكيد القيمه هتكون اقل، ودوت لانه هو كاي براند كاي بزنس كاي تجاره في العالم انت بتاخد بسعر اقل بتحط عليه ربحك وتبيع. ولكن معيار الربح بتاع اي تجاره او معظم التجارات بيكون العادي ومتعرف عليه في تجارات مختلفه مش بس الملابس، ان هامش الربح بتاعك يكون بتراوح من 25 ل 30%. بمعنى اصح لو تكلفه تيشيرت معين من زارا في المصنع $100، فهامش الربح بتاعه مفروض يكون يتباع التيشيرت دوت ب $130، فكده هيكون في هامش ربح 30% للبراند. ولكن البراندات دي بتتعامل بشكل ثاني خالص، بتحط ربح قد يصل ل 10 اضعاف سعر المنتج، في بعض الاحيان 20 ضعف سعر المنتج. تخيل المنتج معايا تكلفه الانتاج بتاعته $100 يبيعه ب $2000، انت متخيل هامش الربح ازاي؟ ده كل ده في قطعه واحده. طب هنيجي نقطه ثانيه، هل الخامات مثلا غاليه جدا لدرجه ان هو تخلي اللبس غالي كده؟ على فكره خالص، الخامات دي موجوده في براندات كتير مش مشهوره وبراندات كتير مش توب لاين بتستخدم نفس الخامات بالظبط، قد تكون تلاقي نفس البنطلونين ما تقدرش تفرقهم، ولكن ده عليه زارا وده عليه مثلا براند تاني ويكون 10 اضعاف السعر، رغم ان هو نفس الحاجه بالظبط. طب الاسعار الواقعيه دي للحاجه ايه؟ لو عايز تعرف بقى الاسعار الواقعيه للملابس ديت، روح اسواق بنجلاديش. كل شيء راح تلاقيه هون رخيص قبل ما يتصدر لبرا. محلات الملابس اللي حوالين المصانع في بنجلاديش اللي بتاخد فعلا من المصانع دي، اللي هي المصانع دي بتشتغل زارا واتش ان ام وكل البراندات اللي احنا قلنا عليها دي، ويبيع في المحل بتاعه. هو مش بيجيب كوبي، هو بيجيب اللي من المصنع اللي زارا زيه بالظبط بياخده بيوزعه العالم كله، بياخده يبيعه عنده في المحل. فانت تقدر تروح تشتري براند زارا، اتش ان ام، لوي فيتون، فيرزاتشي او اي براند تاني من المحلات اللي موجوده في بنجلاديش، ودي نفس بالظبط اللي زارا بيبيعها في المحلات بتاعته في العالم. تلاقي هنا الاسعار الحقيقيه للمنتجات دي، مع العلم ان المحلات اللي بتبيع في بنجلاديش دي بتحط كمان ربحها، يعني ده مش سعر الانتاج. ممكن شميز معين تلاقيه ب $20 وهو بيتباع في محلات زارا ب $1500 و$2000. Outside this is
$800. ريلي هاي اللي بتنباع بالمحلات نفس اللي بتشوفوها في كل مكان بالعالم، نفس البضاعة نفس الماتيريال، هون بتنباع ب$20 يعني هيك يعتبر بالنسبة لهم غالي هون، ولكن هناك برا ب$300-400. ايوه شميز زارا تكلفته او بيعه بعد الربح كمان $20. حزام مثلا جلد البنطلون فيرزاتشي مثلا تلاقيه بيتباع بره في المحلات ب $800، يعني سعره اتضرب في 10، طلع السعر اللي بيتباع في العالم كله. اللي يخليك بقى تفكر فعلا ان انت تضحك عليك ان نفس المنتجين، واحد بيتباع هنا ب $20 واحد هنا ب $1000، الاثنين طالعين من نفس المصنع، يمكن في نفس الوقت مجموعه من التيشيرتس او مجموعه من البنطلونات راحت في شحنه عشان تتباع في زارا في باريس مثلا، والشحنه الثانيه راحت للناس اللي هنا في بنجلاديش اللي بيبيعوا اسواق محليه. هناك في اسواق بنجلاديش تقدر تشتري كل الملابس اللي تقدر تشتريها من اي حته بارخص مكان ممكن في الدنيا. وده ياخدنا للنقطه الاهم والخلاصه الجزء دوت، ان الاسعار اللي احنا بنشتري بيها مش دي الاسعار الفعليه نهائي. في براند اسمه بايلس، من اسمه بايلس يعني ادفع اقل. البراند دوت متخصص في الشوز والجزم، والبراند دوت المفروض براند اقتصادي، يعني حتى من اسمه ان هو بيبيع الجزم والبراندز بتاعته او الشوز بتاعته والموديلات بتاعته بسعر رخيص. وعلى فكره في منه هنا فروع في مصر. بايلس دوت عمل حاجه سكام كده عشان يخدع بيها، او حاجه زي خلينا نقول مقلب كده، هو ان هو اشترى مكان وسط امريكا تمام، في مكان غالي جدا، اجر مكان وعمل ريبراند لنفسه، غير شكل اللوجو، غير شكل كل حاجه، وعمل جهزوا المحل اللي هو اجروه دوت بشكل رهيب جدا ان هو يبان براند رقم واحد. بدل ما هو كان براند اقتصادي، لا بقى براند بتاع حاجه ناس الانفلونسرز، وحاجه بتنافس زارا وكل البراندات التانية المشهوره زيها. So, we rebranded for a weekend. We built a fake luxury store, filled it with avant-garde sculptures and displays. We even hired a full team of sales associates. Then we filled all the shelves with Payless shoes. وبعت انفيتيشنز او دعوات لانفلونسرز وناس مشاهير من بتوع الفاشن عشان ييجوا يشوفوا المحل الجديد، لكن هو مش جديد ولكن الناس فاكراه جديد، والموديلات اللي عنده والاسعار بتاعت الجزم اللي عنده قد ايه هي حاجات انيقه. مع العلم ان هم جابوا نفس الجزم بتاعتهم اللي هي كانت مثلا ب $20 وحطوها في باكج مختلف بلوجو مختلف في المحل الجديد اللي هو الديزاين بتاعه جديد، وخلوا بدل ما هو مثلا سعره $20 ب $600. وعملوا دعوه للناس وبداوا يشوفوا رد فعل الناس. الانفلونسرز والفاشونيستاز والناس دي كلها دخلوا بداوا يشوفوا الجزم اللي هي بتاعت $20 اللي هو لو كان راح المحل الاساسي ما كانش هيشتريها اصلا، بدا يشوفها ويتكلموا قد ايه هي الموديل بتاعها رهيب وانا لازم اشتريها، طبعا ادفع فيها $500 و$600، التصميم رهيب، الدنيا جميله جدا، وفعلا مبهورين وبيتكلموا بكل صدق، ومحدش فيهم علق او حتى حس ان دي high quality, high fashion. It's taking your shoe game like up to the next level. It's like very, European, very, upscale. The guests at the Palessi grand opening party had no idea any of these shoes were from Payless. It looks really well made. I love a heel that's kind of chunky because it means you can like jump up and down, do some backflips maybe. It's a stunner. It's one of those shoes that you're just going to get compliments on over and over again. Elegant, sophisticated, and versatile. For me to experience this as an Italian designer is amazing. I could definitely wear this to like a Met Gala dinner. موديلات بتاعت حاجات اقتصاديه، بل وبداوا يروحوا يشتروا بالاسعار الخرافيه دي اللي هي $800 $600 لجزمه قيمتها الفعليه $20 يمكن $25، وهو مقتنع ان هو شاري حاجه طب. وهنا كانت المفاجاه، قبل ما الناس تمشي اللي هم اشتروا لهم يا جماعه احنا بايلس اللي هو بتاع الجزم الاقتصاديه، والجزم دي مش سعرها $600 سعرها $20 ودي سعرها $30 واحنا بنبيع لكم $1000 وانتوا اشتريتوها وتمام. الناس بدات تتصدم وتحس ان الانفلونسر ساعتها قال لك اوكي انا وشي اتكشف. وده ياخدنا للفصل الاخير، براند بوزيشننج، اللي خلى الناس تقتنع وتشوف ان الجزم بتاعت بايلس ديت فعلا غاليه ويقدروا يدفعوا فيها وشايفينها توب براند، رغم ان هي لو كانوا شافوها في باكج تاني في اللوجو القديم في المحل الاساسي كانوا هيستهلوا ان هي او هيقولوا ان هي رخيصه ومش عايزين يشتروها. براند بوزيشننج، ان انت تحط البراند بتاعك في حته ان تخلي الناس ايا كان السعر اللي انت هتقوله وايا كان اللي انت هتقدمه يقتنعوا ان هم هيكسبوا حاجه كبيره جدا. وده اللي عاملاه كل البراندز، وده اللي بيرجع على النقطه الاولانيه اللي هي السعر. ليه زارا واتش ان ام وكل البراندات اللي احنا قلنا عليها دي بتحط اسعار خزعبليه وبتضرب في اضعاف كبيره جدا، والناس برضو بتشتري، والناس برضو بتقول انا جبت من زارا. واضح الماركه التجاريه. انا قدرت احط زارا ان هي حاجه للناس الاي كلاس، وان انا بوفر لك كواليتي عاليه، وان انا بوفر لك فاشن موديل عالي، رغم ان هي حاجه ممكن تكون بنفس الكواليتي بتاعت حاجه بيزك عاديه جدا، ولكن انا حطيت في دماغك ان انا براند اي كلاس. فبالتالي انت مش بتشتري قطعه الملابس، مش بتشتري تيشيرت البنطلون او الجزمه او ايا كان، انت بتشتري البراند، انت بتشتري كلمه هي زارا او لوي فيتون، مش بتشتري الشنطه اللي عليها اللوجو، انت بتشتري اللوجو عشان لما تمشي
او تخرج الناس تعرف ان انت شاري من زارا، فمكانتك الاجتماعيه او نظره المجتمع ليك تكون مختلفه شويه. انت مش بتدفع سعر المنتج، انت بتدفع سعر العلامه التجاريه اللي اتعمل لها براند بوزيشننج في دماغك. مجرد اسم تجاري واقع وراه جيش من الناس من بلاد العالم الثالث، فقراء اللي بيعانوا عشان يقدروا يكسبوا بس حاجه تقدر تعيشهم. عشان تعمل براند يلبسها الناس في بلاد العالم الاول مقتنعين بتاتا ان هي براند قويه، بيشتروا علامه تجاريه. وده يخلي الناس زي مثلا ستيف جوبز لما كان بيطلع في التوكس بتاعته او في الانونسمنت بتاعت ابل، كان دايما بيتكلم او دايما كان الستايل اللبس بتاعه عادي جدا. بعض الناس كانت بتتريق عليه كمان، تيشيرت اسود بيزك، بنطلون مقطوع وحاجات عاديه جدا. ليه شخص ده ملياردير عنده شركه تقريبا هي رقم 1 في العالم دلوقتي كان بيلبس كده؟ هو معاه فلوس على فكره يجيب من زارا واتش ان ام ولوفي تو وكل الناس الجامده دي، ولكن هو مقتنع وعارف ان ده زي ده، انت بتشتري لوجو. واخيرا لسه لسه شايف ان التيشيرت اللي انت تشتريه من البراندز دي فعلا قيمته احسن من تيشيرت ممكن تشتريه ارخص بكتير من براند تاني وهو نفس المنتج. لسه مقتنع ان ده احسن من ده، ولسه مقتنع ان الموضوع دوت مش وراه معاناه لناس كتير في بلاد انت عمرك ما كنت تتخيل ان انت ممكن اصلا تبصها. هل انت مقتنع ان البراندات العالميه دي فعلا بتقدم لك قيمه مقابل السعر اللي انت بتاخده؟ ده اللي انا عايزك تقوله لي في الكومنتس. شكرا ليك اتفرجت الفيديو لحد دلوقتي. يا ريت تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان الفيديوهات الجايه، تعمل كومنت تقول لي رايك في الحلقه، وكمان تشوف الفيديو دوت اللي انا برشحه لك هيعجبك جدا. سلام.